بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا وسهلا بكم في قناة صحة وعافية. هنبدأ معكم فيديو سهل وسريع جدا للمبتدئين. كل حاجة تبقى سهلة معانا جدا إن شاء الله. معانا فرخة هنحطها على نار هادية، على طماطم وبصل، طماطم وبصل وجزر وفلفل أسمر وحبهان ومستكة وورق لورا وقرفة. نحطها على نار هادية تستوي براحتها خالص، وهنحط معلقة سمنة أو زبدة على نار، وهنضيف لهم معلقتين دقيق لصوص البشاميل، هنضيف معلقتين الدقيق وهنحط عليهم ملح وفلفل، وهنقلب كويس جدا عشان طعم الدقيق ما يبانش في اللبن في البشاميل. وهنحط حلة كبيرة على النار فيها مية وملح ومعلقتين زيت، وهنسلق فيها مكرونة سباكيتي مطولة، وهنضيف اللبن على الدقيق بعد ما نسويه كويس، وهنقعد نقلب بسرعة، ما نوقفش ايدينا علشان البشاميل ما يتكتلش معانا ويعمل قطع ويبقى كريمي. تفضلي تقلبي كويس جدا عشان يبقى معاكي كريمي. وان شاء الله معانا في قناة صحة وعافية كل جديد وكل حاجة سهلة ان شاء الله معانا. والمطبخ مش صعب يا جماعة، المطبخ سهل جدا جدا، وان شاء الله مع بعض هنتعلم حاجات جديدة، هنعمل حلو وحادق وكل حاجة انتوا عايزينها. نفضل نقلب في اللبن في صوص البشاميل كويس جدا، زي ما انتوا شايفين اهو بدأ يتقل ويبقى كريمي. في ناس بتحبه تقيل، في ناس بتحبه خفيف. والمية بتاعت المكرونة غليت، هنحط المكرونة في ناس ما بتعملش ما بتعرفش تعمل البشاميل يا جماعة. ممكن عشان تعمليه حلو وما يكلكعش معاكي ممكن تضربيه في الخلاط، او لو عندك هاند بلندر ممكن تعملي بيه. وانا جبت المكرونة بعد ما سلقتها حطيتها في بريمة، وخليت كان عندي اوراق فراخ حشت العظم منها، حطيت عليها ملح وفلفل زي ما انتوا شايفين عشان تديلها طعم شوية. وده صوص البشاميل عليها اهو. هنديلها برضو شعرة ملح بفلفل على كل جرام. وانا بشرلها جبنة رومي وجبنة موزاريلا. نمسح الحروف علشان ما تتحرقش معانا في الفرن. ممكن بدل ما تعملي المكرونة بيضة تحط لها معلقتين صلصة يديلها طعم. انا بديكي فكرة وانتي بتعملي الاحسن. ربنا يحسن ما بين ايديكوا. وده شكل البريمة بعد ما طلعت من الفرن يا جماعة، وبألف هنا.
وان شاء الله ابقى عند حسن ظنكم، وانا احب اسمع ارائكم، وعلى دماغي من فوق ومش هزعل، واشوفكم مرة تانية ان شاء الله على خير.